ما تلومش نفسك لو ما قدرتش تعدي غلطة حد في حقك أو ما قدرتش تقبل اعتذاره. انت مش وحش ولا قلبك اسود، لكن كل واحد منا عنده حد لمدى الإساءة اللي ممكن يستحملها، وطول ما هي لسه تحت الخط الأحمر اللي انت حاطه لنفسك فبتسامحها وبتعديها. لكن أول ما بتتخطى الخط الأحمر ده، وطبعا ده بيختلف من شخص للتاني، بتوصل إنك مش بتقدر خلاص تسامح وتعدي. وبالتالي أنا مش بطلب منك إنك تضغط على نفسك وتتنازل عن كرامتك بس علشان تبقى إنسان متسامح وطيب وملاك. لأ، أنا كل اللي بطلبه منك إنك بس ما تفضلش شايل غضب ناحية الشخص ده، وده عشان مصلحتك انت. الزعل والغضب واللوم والانتقام ما بيأذيش غير صاحبه، ويمكن أصلا الشخص اللي جرحك أو غلط في حقك ده يكون نسيك خلاص وعايش حياته ومبسوط، وانت اللي قاعد لوحدك بتشيل وتحط في الذكريات الوحشة وتضايق نفسك وتفتكر الإساءة ومش قادر تصفى. بصوا، في فرق بين 3 حالات. أول حالة المسامحة التامة، وإنك تقدر تسامح 100% وترجع تتعامل مع الشخص ده عادي خالص ولا كأن حاجة حصلت. تاني حاجة إنك تنسى اللي حصل برضو خالص وتسامح، لكن مش هتقدر ترجع تاني علاقتك بيه زي الأول ومش هتقدر ترجع تتعامل معاه. تالت حاجة إنك تقاطعه وإنت عندك مشاعر غضب شديدة، وتفضل كل ما تفتكره تحس بأحاسيس سلبية جدا، وتفضل مستني عقاب ربنا ليه وانتقامه منه على اللي عمله في حقك. كل نصيحتي إنك تبعد عن الحل التالت. اختار المسامحة اللي مع الوقت هتشيل كل آثار الإساءة من نفسيتك، وما تلومش نفسك إنك في وقت ما قدرتش تقبل اعتذار حد أو غلطة حد في حقك، لأنك أنت إنسان مش ملاك.